السيد الأزهري وزير الأوقاف نائبا عن معالي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، معالي السيد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية الأسبق، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ومفتي الجمهورية السابق، فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق. ونرحب بجميع الحاضرين السادة الوزراء والسفراء والعلماء وكل من جاء إلى هذا الحفل. الحضور الكرام، شهر رمضان يأتينا في العام مرة واحدة، فعلى كل من أراد أن يخرج من رمضان بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور أن يستهل هذا الشهر بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن الكريم والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فتقربوا إلى ربكم بالعمل الصالح وجبر خواطر الناس والتوسعة على الفقراء والمحتاجين والأرامل. دائما في كل لقاء نستهله بالقرآن الكريم. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وأنشد محب